لو انت زي كده بتحبي الكايزر يبقى الوصفة دي ليكي. لو عايزة تعملي لي الولاد برضو الوصفة دي ليكي. طبعا احنا داخلين على المدارس، كل سنة وانتم طيبين وكلنا بنحتاس. لو انت ما جبتيش فينو وعايزة تودي الولاد المدرسة، اعملي الوصفة دي وشيليهم في الفريزر وطلعيهم سخنيهم، هيطلعوا في منتهى الجمال. حطيهم في الميكروويف 30 ثانية هيطلع معاكي جميل جدا. بصي، شايفة هشاشة العيش؟ شايفة زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. ما تبصيش لشكله، هو شكله خمر مني بس زيادة عن اللزوم، فطلع اشكال عشوائية. بس يا ستي، بصي الجمال. طيب، اول حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ولو اول مره بتشوفوني، انا اسمي امنيه ودي قناتي. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بقى، اول حاجه هقولك على السر الخطير اللي هيخلي معاكي طعم الخبز نفسه حلو، وكمان نتيجته ناجحه 100% وعلى ضمانتي. اول حاجه هنجيب معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره على الكميه دي. وبعد كده هنضيف عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبعدين معلقتين من السكر كبار، ومعلقتين كبار دقيق. وكل اللي انا استخدمته زي ما شفتي كده بنفس المعلقة. هنقلب المواد الجافة دي كلها مع بعض. وبعد كده هنجيب كوباية حليب دافية، كوباية من الحليب دافية مش سخنة عشان ما تموتيش الخميرة. احنا بنعمل كده ليه؟ علشان يدي طعم حلو قوي للعيش. هنبدأ. انتي طبعا يعني عايزه الفينو يطلع معاكي زي من بره. على فكره انا يعني جدي الله يرحمه كان عنده مخبز، والسر ده مش هيقولهولك غير الخبازين. وبعد كده يا ستي، قلبي بقى الكلام ده كله كويس جدا جدا، وغطيه بكيس نايلون. كيس نايلون ليه؟ علشان خاطر يحبس الحراره بتاعته ويخلي الخميره تشتغل. تمام. هنبدأ نغطيه كويس ونسيبه في مكان دافي لمدة 10 دقايق عبال ما نعاير الدقيق. امشي بالمقادير دي وهتطلع معاكي اللهم بارك. تمام. هنركنها على جنب. ما تستغربيش من معلقتين الدقيق اللي احنا حطيناهم، هم دول خميرة العجين. هنبدأ نركنهم على جنب كده ونغطيهم بفوطة. وهنا انا جبت كوبايتين ونص من الدقيق، وطبعا يكون منخول. هنا خلاص اهي ما شاء الله اللهم بارك. هننزل بالخميرة اللي احنا خمرناها دي في المخبز. اي مخبز عيش، سواء عيش بلدي او عيش فينو، لازم يعملوا الخميره دي، بيسموها خميره بلدي. طبعا في خميره بلدي مختلفه تانية خالص عن دي، هبقى اقول لكم عليها وان شاء الله هعملها لكم، وربنا ييسر الحال كده. واول ما تظبط معايا هنزلها لكم ان شاء الله في فيديو. هنجيب بقى الخميره وننزلها على الدقيق ونبدا نعجن. هنا لو انت عندك عجان هيسهل عليكي الموضوع، لو ما عندكيش يبقى بصي يعني بعزم ما فيكي واعجني واخلطي واعجني على الاقل 10 دقايق. انا هنا كمان زودت معلقتين من الزيت، وده اختياري، لو مش عايزه ما تضيفوش، بس هو بيدي طعم حلو برضو للعيش. احنا بنعمل عيش فينو كده غناوه في البيت، يعني مش بنعمله علشان خاطر نوفر ولا حاجه، لا ده احنا بنعمله عشان نعمله مره ولا مرتين في الاسبوع للولاد، ونديهم حاجه احنا ضامنينها وعارفين معموله ازاي من غير اي محسنات غريبه من بره ولا افتكاسات ولا حاجه. بجد جربوه، كان طعمه حلو قوي قوي. والله بنتي تقول لي يا ماما طعمه جميل. وبعد كده انزلي بقى بيه على على المفرش كده السيليكون او على الرخامه، وضيفي عليه هي يا دوب معلقه كبيره من الزبده. وابدأي اعجني لحد لما تبصي، يعني اعجني فيها مش اقل من 10 دقايق. لو عايزه تعمليها في العجان تمام، اعجني بقى على قد ما ربنا يديكي. طبعا انا نسيت اقول لكم حاجه مهمه، ان الدقيق لو احتاج منك رشه دقيق كده تمام. هي بتكون عجينه ملزقه شويه مش قوي، يعني تلزيقه خفيفه خالص. بعد ما بتتظبط كده وتحسي انها ملزقه، هتحطي عليها الزبده وتبداي تعجنيها. بعد كده خلاص بتطلع معاكي زي الملبن. هنغطيها ونسيبها لحد لما تفور زي ما انت شايفه كده. ما شاء الله اللهم بارك، خمرت ما كملتش نص ساعه. بصوا بقى، انا بحب الحركه دي، معلش اعذروني تفاهتي ملهاش حدود. بشوف كل الشيفات بتعملها لازم اعملها انا كمان. والله ده انا شيف سكره. المهم بقى يا ستي، عشان برضو الغرور انتوا عارفين. بشكركم جدا جدا يعني لمتابعتكم لحد اخر الفيديو، بشكركم جدا وربنا يوفق الجميع يا رب. هنرجع بقى ونجيب. انا هنا بقى عملت حاجات غلط هقول لكم عليها، اوعوا تعملوها. اولا انا قطعتها تقطيعه كبيره، هي عايزه تكون الرول رفيع عن كده، يعني انت لفي الرول كده ورفعيه، ما تخلوش سميك زي ما انا عملت كده. صغري الكويرات بتاعه الخبزه بحيث ان هي ما تبقاش كبيره قوي معاكي.
يعني ما تطلعش معاكي زي ما طلعت كده، لان انا هوريكي دلوقتي انا سبته لما خير. بصي هي طالعه جوه راحت ايدي كلها، لا حاولي تقلليها عن كده. كل ما تبقى قليله عن كده هتديكي خبزه حلوه، مش هتديكي خبزه كبيره قوي كده زي اللي انت شفتيها في اول فيديو. على فكره الخبزه اللي طلعت في اول الفيديو دي يعني كبيره جدا، دي عايزه برجر. تمام. هنا انا بقى عملتهم اهو ما شاء الله اللهم بارك. طلع معايا زي ما انت شايفه كده الصينيه اللي انا عملتها دي، ودول كوبايتين ونص دقيق مش اكتر. هنجيب بقى بضايه وشويه لبن وكمان كيس من الفانيليا، وما تخافيش من الفانيليا مش هتعمل معاكي اي حاجه. ونبدا. بصوا المفروض ان انت بتسيبيه يخمر وبعدين تعملي الحركه دي. اقول لك على حاجه، لو سبتيه يخمر وعملتي الحركه دي هتضيعي الخمران بتاعه من خبطه الفرشه. النقطه دي مهمه جدا، خبطه الفرشه بتخلي العجينه تهبط، فانت اعملي الخطوه دي قبل ما تسيبيه يخمر. تمام. اعملي زي ما انا عملت بالظبط، اعملي الخطوه دي وبعد كده سيبيه يخمر بقى نص ساعه ساعه براحته خالص. هنبدا بقى نحط كده بالراحه واحده واحده. عايزه تحطي على كده تمام، عندك شويه سمسم، عندك شويه حبه البركه، حطي على الوش زي ما انا عملت كده. هيطلع معاكي في حته تانية والله بجد بجد رائع. طبعا انا مش هقولك اهلكي نفسك واعملي الكلام ده كله، بس انت ممكن كمان تعملي نفس اللي انا عملته ده بالظبط، وتفردي العجينه وترفيها رول، يطلع معاكي رغيف فينو حلو جدا، وهيديكي كميه اكبر من دي. ده لو انت عملتي فينو. لو عايزاه كايزر زي ما انا عملت كده هتعمليه كويرات كده تقدري بقى. ده ممكن من حلاوته هتسقيه في الشاي بلبن والله العظيم. بس بقى انا سبته هنا حوالي نص ساعه، طبعا اتنفخ قوي وزي ما انت شايفه عمل ورده ولزقوا في بعض. وطبعا دي هي الغلطه اللي انا عملتها، كان المفروض يكونوا اصغر من كده. والتسويه بقى هنحطه حوالي تلت ساعه على الرف الفوقاني خالص، وهنهدي النار شويه ما نعليهاش قوي، من تلت ساعة ل25 دقيقة، وهيطلع معاكي زي الفل. ولا تطلعي بقى تغطي ولا قماشة ولا بلي ولا بخي ولا أي حاجة، هيطلع معاكي زي ما انت شايفة كده في منتهى الهشاشة واللذاذة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.